هل لاحظت يوما إنك بتقرر تبدأ شغل أو مذاكرة وفجأة تلاقي نفسك بتتصفح الموبايل من غير ما حتى تاخد بالك؟ كأنك كنت ناوي تكون منتج وفجأة اتسحبت ناحية التسويف من غير مقاومة. الإحساس ده مش صدفة، وعندك سبب عميق ورا اللي بيحصل، والنهاردة هتفهمه وتعرف إزاي توقفه. خليني أقول لك الحقيقة، أغلب الناس فاكرة إن التسويف مشكلة دافع، لكن في الحقيقة هو مشكلة إدارة طاقة. عقلك مش ضدك ولا بيحاربك، بالعكس، هو بيحاول يحميك. أول ما يحس إن المهمة كبيرة، معقدة أو مملة، بيختار أسهل مخرج، وأسهل مخرج دايما هو الموبايل. أول غلطة الناس بتقع فيها هي إنهم يستنوا لحد ما يحسوا إنهم جاهزين، بس الاستعداد الحقيقي ما بيجيش قبل البداية، بيجي بعدها. افتكر عقلك كأنه عربية قديمة في يوم برد، مش هتسخن إلا لما تدورها. بدل ما تقول هبدأ لما أتحمس، قول هبدأ لمدة دقيقتين بس. الدقيقتين دول بيكسروا الجمود، وبعدها الدافع بيجي لوحده. الغلطة التانية إنك تشوف المهمة ككتلة ضخمة. ده زي إنك تحاول تاكل سندوتش كامل في لقمة واحدة. مش مستحيل، لكنه غير منطقي. اكسر المهمة لأجزاء صغيرة جدا. بدل هذاكر الفصل كله، خليه هقرأ صفحة واحدة بس. بدل هعمل مشروع، خليه هفتح الملف وأشوف أول خطوة. لما عقلك يشوف مهمة صغيرة بيطمن، ولما يطمن بيبدأ. وعندك مثال بسيط: مكتبك زي المتصفح، كل ما التابس كتير الجهاز يبطأ. لو مكتبك مليان حاجات ملهاش علاقة بشغلك، تركيزك هيفضل يتشتت. خلي قدامك بس اللي محتاجه: هدف واحد، أدوات قليلة، بيئة نظيفة. ساعتها مخك هيشتغل أسرع بكتير. وفي غلطة تالتة ناس كتير مش واخدة بالها منها: إنهم بيشتغلوا في أسوأ ساعات اليوم بالنسبة لهم، وبعدين يلوموا نفسهم. ركز في أوقات نشاطك: الصبح، بعد الظهر، بالليل. وحط أصعب مهمة في وقتك الذهبي. اشتغل مع طاقتك مش ضدها. والمهم جدا، التسويف مش معناه إنك كسول، هو علامة إن نظامك مضغوط زيادة. أول ما تقلل الضغط التركيز بيرجع من تلقاء نفسه. ابدأ صغير، قلل الاحتكاك، احمي طاقتك وبس. نرجع تاني للحظة اللي اتسحبت فيها للموبايل. المرة الجاية بدل ما تتسحب، ابدأ بدقيقتين. صغر المهمة ونظف طريقك من المشتتات. هتتفاجئ قد إيه عقلك يمشي وراك أول ما تاخد أول خطوة. ولو الفيديو عجبك وعايز تتعمق أكتر، شوف الفيديو اللي بعده. فيها تعرف إزاي تبني تركيز حقيقي في أقل من أسبوع. يلا نكمل رحلتنا.